تخيل معايا عندك طاكسي وانت يا خدام على راسك وفي النص ديال الليل ما عليك ما بك، غادي كدور في المدينة حتى غادي يشير لك واحد الكليان. هو من البعيد كيبان ولد الناس حيت لابس مزيان نقي، وفاش هضرتي معاه في الاول تيعرف يهضر، وغادي تفاهم معاه على واحد الثمن اللي كان خيالي بالنسبة لك. وهذا الشيء كامل غير باش توصلوا من نقطة أ للنقطة بي. وفي اللحظة اللي غادي تحس فيها بالراحة معاه وغادي تبدا تاخد وتدي معاه في الهضرة وتسولو ويجاوبك. وهذه هي الطبيعة ديال كاع اصحاب الطاكسيات، عزيز عليهم يهضروا مع الكليان ديالهم. مرة واحدة غادي تلقى بيستولي ولا فردي محطوط لك ورا راسك. هادي راه ماشي لقطة من فيلم ديال هوليوود، هادي راه جريمة ديال بصح، جريمة حقيقية نوضت الروينة والرعب في لبنان، وبالضبط في العاصمة بيروت عام 2011. قضية كانت كتبان في الأول قضية كريساج عادي، ولكن من بعد التحقيقات اكتشفوا أخبث وأغرب القتلة اللي دازوا في التاريخ ديال لبنان. قتلة اللي كانوا كيقتلوا الناس ماشي لشي حاجة، غير حيت طالع عليهم الدم، حاسين بالملل وما عندهم ما يدار. انا عبد الله، وهذه حلقه جديده في قناتكم ماب ستوريز. هنا غادي تلقاو قصص ديال الجن، الماورائيات، الفانتازيا، وحتى قصص الجريمه. وجدوا كاس ديال اتاي، شي حاجه غادي تاكلوها، شي حاجه غادي تشربوها. طفيو الضو، جهدوا في الصوت وركزوا معايا، حيت السهره ديال اليوم غادا تكون شي شويه طويله. القصة ديالنا كتبدا نهار 29 شهر 7 في 2011. كانت الحرارة والمود ديال الصهد في العاصمة بيروت. الناس كانت مبردة في البحر، ها اللي كيعوم، ها اللي جالس فوق الرملة، ها اللي جالس فوق الحجر، ها اللي مقابل غروب الشمس. كله وهمه وكله عايش في عالمه الخاص. وفي هاد الظروف كاين واحد السيد واللي سميتو إلياس فريد عاصي. بغيتكم تركزوا معايا على هاد السمية، حيت عندها غادي تبدا القصة وعندها غادي تسالي. إلياس واحد الراجل في الستينات من عمره، كان شيفور ديال الطاكسي وقديم في الحرفة، دوز سنين وسنين فيها، وإنسان كان تيحتارم الكليان اللي كيطلع معاه. إلياس كان باغي يضرب آخر كورسة باش يمشي من بعد لدارو يتصنت لعظيماتو يرتاح شي شوية ويجلس مع مالين الدار. وهو كيدور في واحد المنطقة واللي سميتها برج حمود. غادي يوقف عليه واحد خونا هاز في يديه وكيشير ليه. إلياس غادي يشوفو، غادي يمشي عنده وغادي يوقف. الكليان غادي يقول ليه: السلام عليكم، بغيتك توصلني للبلاصه الفلانيه. وهاد البلاصه هادي كانت بعيده شي شويه. الياس في الاول عجز وقال باللي هو راه باغي شي واحد اللي يكون غادي في طريقه، حيت هادي راه هي اخر كورسه، وحتى الا داه لديك البلاصه راه غادي يرجع خاوي، دونك ما غادي يستافد حتى شي حاجه. ولكن الكليان هنايا ما خلاهش يكمل، وغادي يعطيه واحد العرض اللي مستحيل شي واحد يرفضه. وهو باللي غادي يعطيه 50 دولار الا بغى يوصلو، حيت في لبنان راه عادي يتعاملوا بالدولار بحال الليره ومازال اليومنا هذا. وفي 2011 50 دولار راه كانت همزه لاي شيفور ديال الطاكسي. راه بحال الا خرجتي في المغرب في 2011 ووقفتي اي مول طاكسي وقلتي له غادي توصلني لواحد البلاصه في المدينه ونعطيك 500 درهم، راه بطبيعه الحال غادي يوافق وغادي يقول لك مرحبا اخويا ركب ويلا بينا يلا. الياس وافق وما قالش لا، ركب مع داك الكليان وبداو كيهضروا، كلمه مني كلمه منك، حتى لواحد اللحظه وغادي يطلب منه الكليان باش يدخل لواحد الطريق اللي كانت بيست وسط الغابه. الياس ما عجبوش الحال وقال ليه: ها الشريف، راه هاد الطريق هادي ماشي ديال الطاكسي، والطوموبيل انا عندي راه غادي تاكل العصا. الكليان قال ليه: غير زيد صاحبي ما تخافش، انا راني اصلا اختاريت هاد الطريق هادي راه غير مصلحتك، وباش نختصر عليك الطريق فقط لا اقل ولا اكثر. الياس زاد وهو ما حاملش في راسو وكيسب في الداخل ديالو وتيقول: 50 دولار اللي غادي ناخد انا في هاد البريكول راه غادي نخسرها غير عند الميكانيك. داز واحد 5 ديال الدقائق وهو غادي في ديك الغابه، حتى غادي يطلب منه داك الكليان باش يوقف بحجه ديال حكا راني مزير وخاص نقضي حاجتي بالزربه. الياس غادي يوقف، وهنايا وبلا مقدمات الكليان غير نزل وغادي يجبد واحد البيستولي من جيبو وغادي يتيلي في الياس بقرطاسه في راسو. المجرم غادي يجر الجثه ديال الياس، غادي يرميها في داك الخلا وغادي يركب في الطاكسي وغادي يهرب. لا غدا ليه شي ناس كانوا غادي لخدمتهم، لقاو بحال شي جثه تما مليوحه، مشاو كيجريو، لقاو الياس مرمي تما غارق في دماياته. عيطوا لومبيلونس، ولكن هنايا القدر قال لهم باللي الياس ما غاديش يموت، حيت الزهرو القرطاسه وحلات ليه في الفك وما وصلتش للدماغ.
الياس دخل في غيبوبه، والبوليس جاو وبداو في الخدمه ديالهم، وهما تيقلبوا على اي دليل اللي ممكن يعرفوا من خلاله شكون اللي كان راكب معاه. لقاو الطاكسي ديالو مليوحه على بعد 50 كيلومتر. ملي قلبوها لقاو ان المجرم ما سرق حتى شي حاجه، ما سرق والو من الطاكسي ما عدا راديو وروتروفيزور. المحققين ما فهموا حتى شي حاجه، وتيقولوا بينهم وبين راسهم ويلي، واش هاد خونا هذا قتل راجل على قبل مرايه وراديو ولا شنو؟ من بعد غادي يجيو الناس ديال مسرح الجريمه، الشرطه العلميه، وغادي يطوقوا لك ديك الغابه، وغادي يلقاو جوج ديال العينات ديال الدم في الطاكسي. الدم ديال الياس واللي هو الشيفور، ودم ديال واحد اخر وغالبا غادي يكون هو ديال القاتل. المشكل هنايا هو ان لبنان في 2011 ما كانش عندها واحد القاعده ديال البيانات ديال الدي ان اي اللي هو الحمض النووي، ولكن كان عندهم غير ديال البصمات. والمجرم كان ذكي وحريفي، حيت مسح كلشي بالالكول وما خلى من موراه حتى شي حاجه. سيمانه دازت والبوليس كانوا كيتسناو الياس يفيق، وهما كيتسناو حتى غادي تجيهم اخباريه جديده باللي لقاو واحد الضحيه تانية في منطقه جبليه، نفس السيناريو، والضحيه حتى هو كان شيفور ديال الطاكسي، ولكن هاد المره كان سوري الجنسيه. لقاوه مقتول مضروب بقرطاسه تحت ودنو بالضبط، والطاكسي ديالو مسروق منها كيف العاده، راديو وروتروفيزور. هاد المره البوليس ما كانش عندهم الوقت باش يبداو التحقيق، حيت من موراها ب3 ايام جاتهم اخباريه اخرى ولقاو ضحيه ثالثه، وتا هو كان شيفور ديال طاكسي. وبلا ما نبقاو نعاودو في التفاصيل، حيت كان نفس السيناريو بالضبط، نفس السلاح في نفس البلاصه، وحتى من المسروق كان هو راديو وروتروفيزور. هنا بيروت بدات كترون، الرعب بدا كينتشر خصوصا بين الشيافر ديال الطاكسيات اللي ولاو كيخافوا يخدموا بالليل. والدوله فهمات باللي كاين واحد قاتل متسلسل اللي ذكي وتيقتل بدم بارد. البوليس من بعد التحريات ديالهم حددوا السلاح اللي كيموتوا به الناس، كان عيار 7.5 ملم، والوقت اللي كتنفذ فيه الجريمه كان غالبا تيكون بالعشرة د الليل حتى الجوج ديال الصباح. الدوافع حتى واحد ما عارف علاش، ولكن هنايا كتبدا الفرضيات كتخرج وكيحاولوا يفهموا علاش. فكانوا تيقولوا ربما المشكل عنده علاقه بالطائفيه، لكن الجواب لا، حيت الضحايا كانوا فيه مسلمين ومسيحيين. المشكل الثاني تيقولوا ربما عنده علاقه بالعنصريه، والجواب حتى هو لا، حيت الناس فيهم لبنانيين سوريين وايرانيين. المشكل الثالث او الفرضيه الثالثه ربما كان السبب هو السرقه، والجواب حتى هو لا، حيت الشيفور ديال الطاكسي تيكون على قد الحال، ما عندوش كنز، والمجرم راه كيسرق حوايج تافهه باسلين كيف ما قلنا راديو وروتروفيزور. هذا ما كان ما كيسرقش شي حاجه. البوليس كانوا خايفين من حاجه واحده، اللي هو ان هذا المجرم راه كيدير هذا الشيء غير من اجل المتعه، كيقتل باش يقتل وصافي. المجرم كتحس به بحال الا وقف النشاط ديالو من شهر 7 حتى لشهر 9 من نفس العام في 2011، حيت في هذه الفتره هذه ما تسجلاتش شي ضحيه ولا شي جريمه، ولكن في شهر 9 غادي توقع الجريمه الرابعه. والضحيه ايه، عندكم الحق وتوقعكم صحيح 100%، الضحيه كان هو شيفور ديال الطاكسي. غير المتغير الوحيد هو هاد المرة المجرم قرر باش يحرق الطاكسي باش يمسح كاع الأدلة والأثر ديالو. وفي هاد الروينة هادي كاملة إلياس الضحية الأولى اللي لا بقيتو عاقلين عليه غادي يفيق من الغيبوبة. هنا البوليس غير وصلتهم الخبار غادي يطيروا عنده للسبيطار. إلياس غادي ينطق بكلمة واحدة واللي غادي تقلب نوعا ما موازين اللعبة، وغادي تخلي المحققين والبوليس يفهموا بزاف د الحوايج، وعلى الأقل غادي يعرفوا شحال من مجرم كاين. حيت هنايا إلياس غادي يقول لهم راه ماشي واحد، راه كانوا جوج، واحد شعره صفر وطويل وواحد شعره قهوي وقصير، واللهجة ديالهم راها كانت لبنانية 100%. يعني هاد المجرمين هادو راهم لبنانيين ميحيدهالكش الطبيب. إلياس وراوه البوليس شي تصاور ديال شي مشتبه فيهم، وشير لهم على واحد وقال لهم بحالي، الا قال لهم نوعا ما الا كان عقلي ينفعني فراني شك في هذا، ولكن راني ما متاكدش. مشاو البوليس شدوه، ولكن فاش داروا له الفحص الحمض النووي
لقاو ان الدي ان اي ديال هاد صاحبنا هذا ما خرجش مطابق لداك الدم اللي لقاو في الطاكسي، واللي زاد خربقهم كتر هو وهما شادين هاد المشتبه فيه غادي توقع الجريمة الخامسة بنفس الطريقة. المحققين تأكدوا على أن المجرم الحقيقي راه باقي كيدور وجالس كيضحك عليهم وكيلعب بيهم كيف ما بغا. دازت مدة والبوليس خدامين نهار وليل، وفي نفس الوقت عدد الضحايا راه ما غاديش يحبس، راه غادي وتيزيد حتى غادي يوصل لعشرة ديال الضحايا. الشيافر ولاو خايفين وغادي يحبسوا الخدمة. بيروت ولات مدينة الأشباح وخصوصا بالليل. أما وزارة الداخلية فراه دارت واحد الخطة وقررات باللي غادي تنشر البوليس ديالها على شكل سيفيل، وهما اللي غادي يسوقوا الطاكسيات. ولكن القاتل كتحس به بحال الا فهم او لا عرفهم شنو بغاو يديروا، وكان كيتفاداهم ولا كيتهرب منهم الماكسيموم. حتى لواحد النهار وغادي يتوصلوا البوليس بخبر ديال الضحيه رقم 11، وهاد المره ما كانش الشيفور ديال الطاكسي، كان عسكري في الجيش اللبناني وسميتو زياد. هو تقتل بنفس الطريقه ديال الضحايا الاولين، وهي قرطاسه تحت الودن. ولكن هاد المره القاتل دار غلطه، وغلطه اللي كبيره بزاف، وكما تيقولوا غلطه الشاطر بألف. القاتل ديما كان تيسرق غير داك الراديو روتروفيزور، شي حاجه اللي باسله، شي حاجه اللي ما تقدرش تراكيها، ما تقدرش تتبعها فين تباعات، شكون اللي شراها، يعني شي حاجه مستحيل تعرف فين هي او لا كيفاش تصرفات. ولكن هاد المره طمع وسرق تليفون ديال الضحيه. هنا البوليس غادي يخدموا بواحد التقنيه اللي كانت قديمه ومعروفه، وهي تتبع السريال نمبر ديال التليفون. هو فاش اي واحد فينا كيشري شي تليفون تيلقى واحد النيميرو سوا في الكارطونه ولا لداخل في واحد الورقه، تيكونوا جوج نورمالمون سميتها اي ام اي. بهذا الرقم هذا يقدر البوليس يتراكيو التليفون فينا هو، غير يشعل كيعرفوا راه شعل وها فينا هو. المهم البوليس بقاو كيتسناو سيمانه جوج حتى لواحد النهار التليفون غادي يشعل وغادي يعرفوا بلاصتو فين، وقرروا باللي القوات الخاصه هي اللي غادا تهجم وغادي تدخل الدار. وهما راه كانوا عوالين على انهم غادي يلقاو راسهم في مواجهه مع شي سفاح خطير، شي واحد فيه شي 3 متر في الطول، 4 متر في العرض، شي واحد كله ضارب الحمو واشم راسو، يعني شكل ديال مجرم، يعني شكل ديال سفاح. ولكن في الحقيقه غادي يلقاو دري صغير عنده 13 عام، هو اللي كان هاز التليفون بين يديه وجالس يلعب به. البوليس ما فهموش ولاو تيقولوا ويلي، زعما هاد الدري هذا غادي يكون هو السفاح. جروه للكوميساريه، الولد كيبكي وتيقول لهم انا راني والله ما قتلت شي واحد، هاد التليفون راني شريته من عند واحد السيد ولد حومتي وسميتو جورج، انا راه ما عندي دخل بحتى شي حاجه وما عارف والو، كيفاش انايا في عمري 13 عام وغادي نقتل 11 واحد؟ راه ما يمكنش. هنا البوليس شدو نوعا ما راس الخيط، ومن بعد التحقيقات عارفوا شكون هو هاد جورج. وواحد السيد عنده واحد قصة حب بينه وبين البوليس، هو واحد المجرم اللي عنده سوابق في السرقة والضرب والجرح. ونهار 15 شهر 11 في 2011 مع الفجر البوليس غادي يهجموا على دار جورج وخوتو بربعة. لقاو الفردي 7.5 ملم، وهو نفس السلاح اللي ماتوا به الضحايا كاملين ب11، وكان مخبيه في الكوزينة. مينطوه داوه هو وخوتو، داوهم كاملين جملة. بداو التحقيقات مع الخوت بربعة، وكان كل واحد كيدخلوه بوحدو. واحد فيهم واللي كانت سميتو ميشيل ما قدرش يصبر وغادي ينهار وغادي يعترف، وقال لهم شوفوا غير بعدو من خوتي، راه انا وجورج حنا هما اللي كنا كنخرجوا، وحنا هما المسؤولين على هاد الجرائم كاملين. المحققين سولوه وقالوا له علاش درتو هادشي، واش محتاجين الفلوس، واش بيناتكم شيطار، شنو هو السبب؟ ميشيل غادي يجاوب بواحد البرودة واللي خلات اللحم ديال المحققين غادي يشوك، وغادي يقول لهم صراحة ما كاين السبب، حنا غير كنا قانطين وكنحسوا بالملل صافي، وكنا كنخرجوا كنقتلوا باش نطيروا هاد القنط ونرجعوا للدار نتفرجوا في التلفازة وعادي ونعيشوا حياتنا عادي. تخيلوا معايا 11 روح مشات، عائلات شتات، رعب عاشتو بلاد على قدها، بلاد كاملة، والسبب هو القنطة والملل ديال السي جورج وميشيل. هاد الجوج المجرمين تحكم عليهم بالسجن المؤبد،
وكاين اللي تيقول باللي راهم كانوا قتلة مأجورين، وكل واحد كيلغي بالغاه راكم عارفين. ولكن الرواية الرسمية ديما تتقول هي القتل من أجل المتعة. وهذه كانت هي القصة ديال سفاح الطاكسي في لبنان. قصة كتفكرنا باللي الشر ما عندوش ديما وجه واضح أو لا وجه واحد، ولكن ولا سبب منطقي. وتا لهنايا غادي نكون وصلنا للخر ديال الفيديو. ما تنساش هر معاك ديك لايك سبسكرايب وفعلوا معكم داك الجرس. كان معكم عبد الله، ونشوفكم في فيديو جديد مع قصة جديدة. السلام عليكم.